عييتوا تجربوا في الوصفات ديال السفه وما تصدقش ليكم. اليوم غنشاركها معكم بطريقه سهله ديال الطباخات المحترفات، تتجي الحبه على اختها وغير بجوج ديال التفويرات. ساهله مهله، عمرها تعجل ليك، عمرها تحشمك، دائما غتصايبيها بعينك مغمضين. في هذا الفيديو غادي نعطيكم حتى التوقيت اللي غادي تشدوا ليها باش ما تعجنش نهائيا ولا تفوتوا فيها غير ما تبخلوش عليا من لي لايك ديالكم. ونبداو الوصفه على بركه الله. هنا غادي نخدم معكم بنص كيلو. هذا القياس هذا راه تيجي بالتبصيل، حساب حطه وحده متوله ومقاده. بالنسبه للنوع ديال الشعريه خدموا باي نوعيه بغيتو، ماشي شرط يكون واحد النوع اللي محدد، المهم هو تتبعوا النصائح اللي غادي نعطيكم وان شاء الله غتجيكم الحبه على اختها. ونسيت نذكر لكم في هذه الوصفه راه بلا حليب وبلا حتى ياغورت، واخا تبقى لكم ما غاداش تحماض. هنا اول حاجه بديت بها اللي هو الزيت. كل نص كيلو تنحتاجو هنا نص كاس ديال الزيت بالعبار ديال الكاس ديال العنبه. انا جيت وخويتو عيني ميزاني شاده قياسي. هنا غادي نحاول ندخل داك الزيت في هذوك الشعيرات ديال الشعريه غير بالمهل بلا ما نهرس دوك الشعيرات، كنبقى معاها شويه بشويه حتى تلبس كلها بالزيت. هذه اول مرحله اللي ضروري باش هكا ما تتعجنش ليكم. وهنا عاد غادي نديرها في الكسكاس. وهنا قبل كيف شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو راه درت الماء تيطيب هو كاول حاجه، وحتى تطلع فيه الغليه تماما عاد تنحط عليه الكسكاس. هنا غادي ندير فيه هذيك الشعريه كلها. وهنا كيف تشوفوا فاش غلا مزيان مزيان عاد درت عليه الكسكاس. وهنا ضروري ما ديروا هكا واحد الزويف اللي يكون نقي ديال الكوزينه. وغادي نغطيه هكا بالغلاقه ديالها، وغادي نعاود نرد عليها دوك الطروفه ديال هاد الزويف، وغادي نخليها تفور لمده ديال 20 دقيقه. هنا حسبوها بالمكانه باش هكا ما تفوتوش فيها الطياب. وعلى ما داز ديك 20 دقيقه هنا تندوز تنصايب اللوز. درت هنا شويه ديال اللوز غير هكا طلعات فيه الغليه وقشرته وخليته باش ينشف. هنا بعد ما داز ديك 20 دقيقه تتكون الشعريه على هذا الشكل هذا، راه هنا تتكون مازال ما طايباش. تنعاود ناخذ داك الماء اللي كان غليان وغادي نخويه عليها بهذا الشكل هذا. تنحاول نوزع فيه. هنا غير زعموا على هذه الطريقه هذه لا عمركم درتوها راه ما تتعجنش بالمره. موراها فاش غادي نخوي داك الماء غادي نعاود نقلب ديك الشعريه في داك الماء الطايب، وغادي نسرحها على هذا الشكل هذا. وانا سنحاول نحل فيها بهاد المعلقه ديال الخشب حتى نحلها كامله وسط داك الماء. وهنا ما تخليوهاش مده اللي طويله، هنا ما بين دقيقه حتى لجوج ديال الدقائق عاد حيدوها. هنا فاش دازت تقريبا ديك جوج دقائق غادي نصفيها في الكسكاس وغادي نخليها تسقطر مزيان مزيان. شوفوا هنايا راه غتبان لكم تدوز الحبه على اختها، ما غاديش تعجن بالمره حتى لاخر تفويره وحتى نقدموها غتبقى كيف ما هي وغتجي طايبه زبده. هنا غادي نخليها تقطر مزيان واحد 5 دقائق حتى تقطر داك الماء اللي هزات. عاد موراها غادي نعاود نقلبها في القصريه وغادي نزيد عليها المكونات الاخرين. هنا غادي نزيد عليها واحد طريف ديال الزبده حساب هكاك 100 غرام. هنا من الاحسن تستعملوا شي نوع اللي يكون هكاك حيواني باش تضمنوا المذاق يجي زوين ولذيذ بزاف. من الاحسن ما ديروش المارغرين. وكيف العاده كل نص كيلو غديروا فيه 100 غرام ديال الزبده. هنا داك الطريف درتو هكا وسط ديك الشعريه باش ترد عليه السخونه ودغيا يذوب. زدت عليه واحد الكيس ديال زهره البرتقال. هنا الا ما تعجبكمش زيدوا غير النص باش ما تجيكمش المذاق باين بزاف. هنا انا مولفه ندير فيها القشور ديال الليمون اللي محكوك، ما كانش عندي الليمون درت هنا غير الروح ديال النكهه ديال الليمون. درت غير واحد القطيرات باش يجي داك المذاق ديال الليمون مع هاد الزهره تجي منسمه وزوينه بزاف. اما الا كان الليمون غيكون حسن حكوه في واحد الحكاكه اللي غتكون رقيقه رقيقه بزاف باش هكا الطريفات ديالو ما تيجيوش باينين. صافي وتنخلط هنا كلشي مزيان. وحاولت نفرتت ديك الزبده كيف قلت لكم راه كانت قبل في الثلاجه حتى ذوبتها وسط هاد الشعريه هذه. وعاد غادي ندوز هكا ندير عليهم معلقه ديال الملح. المعلقه اللي خدمت بها راه كانت شويه متوسطه. هنا ملحوها شويه راه تتبغي الملحه. الا ما ملحتوهاش راه غتجيكم باسله. ضروري ما هكا ديروا يدكم في الملحه تطلقوا يدكم. عاد زدت عليها 4 المعالق ديال السكر. هادو تيبقاو على حسب الرغبه وعلى حسب الاختيار، غتحليو القدر اللي تتبغيو.
صافي هنا غادي نخلط كلشي مزيان مزيان حتى نلبس ديك الشعريه كامله بالزبده والملح والسكر، حتى نتاكد انها تخلطات مزيان. وهنا عاد غادي نديرها تفور الفوره الثانيه والاخيره. هنا ما ديروا هاد الفوره حتى تبغيو هكا تحطوا الصفه ديالكم باش منها تتبقى سخونه، وبلا ما تبقاو تسخنوا فيها من بعد باش هكا ما تعجنش لكم. راه غير جوج ديال الفورات راهم كافيين في هاد الوصفه هذه. صافي هنا درتها تفور المره الثانيه، عاودت غطيتها بنفس الطريقه بهذاك المنديل والغطاء ديال الكسكاس، وغادي نحسب ليها تاني المده ديال 20 دقيقه. وعلى ما دازت هاد 20 دقيقه غادي ندوز هنايا نعسل المشماش. ممكن تزينوها باش ما بغيتو، انا غنعطيكم غير افكار اللي بسيطه وتزيين اللي هو ساهل، وديروا داكشي اللي تتفضلوه. وهنا بزيت بارده غادي نقلي داك اللوز اللي قشرت، اولا ممكن ديروه حتى في الفران. وبالنسبه لداك المشماش زدت عليه واحد العويد ديال القرفه ومعلقه واحده ديال السكر، وغادي نخليه يطبخ مزيان حتى يتعسل، وعاد غادي نحيدو. هنا اللوز حتى يوصل اللون على هذا الشكل هذا غير يبدا يذهب حيدوه، ما تخليوش حتى تشوفوه هكاك حمر، عاد تحيدوه حيت هو تيبقى شاد السخونه، تيبقى شاد الزيت، غادي يرجع فيه اللون من بعد. غنخليه هنا حتى هو ينشف ويتقطر. هنا بعد ما دازت ديك 20 دقيقه تتكون الصفه على هذا الشكل هذا. صافي هنا راه طابت شبعه الطياب، ما غادي نزيد مازال نفورها هكا بارك عليها. راه تجي تبارك الله طايبه، غادي تشوفوها غير من الشكل ديالها كيف تتشوفوا راه سخونه، ما قادراش نحط عليها يدي، غادي نحلها غير بواحد المعلقه ديال الخشب، غنبقى هكا نحل فيها وتبارك الله راه تجي مفركه مفرزه الحبه على اختها، ما معجناش نهائيا. صافي هنا فاش بدات شويه تنقص ديك الحراره، صافي درت فيها يدي المعلقه ما برداتش ليا القلب، وغادي نحلها مزيان. وشوفوا تبارك الله كيفاش تجي. هنا راه جوج تفويرات راه كافيين، وتجي واحد السفه اللي طايبه زبده. وحتى الاذواق راهم تيختلفوا. وبالنسبه للناس اللي تيعشقوا الروز في بلاصه الصفه، راه فايت ليا مشاركاه معكم حتى هو بطريقه سهله بلا تفوار، تيجي حتى يحمق في الشكل والمذاق ديالو تيبقى مفرز حبه حبه. غنخلي لكم الفيديو ديالو في صندوق الوصف الا كنتو مازال ما شفتوش. صافي هنا غادي ندوز نقدمها بالطريقه البلديه التقليديه، ما غاديش ندير عليها شي حاجه اللي يعني من غير المعتاد. انا فقط في هذه الوصفه هذه عطيتكم غير الطريقه باش تفوروها وتصدق لكم بلا ما تعجن بابسط طريقه، وفي نفس الوقت في وقت اللي هو وجيز وما تاخذش وقت اللي هو طويل. هنا داك المشماش بعد ما تعسل درتو هكا في الوجه، وعاودت ستفت هكا لوزات دورتهم بهذاك المشماش، وغادي نزيد هكا مشماشات في الجناب. وهنا غادي ندير شويه ديال السكر كلاصي مع القرفه، تنمشي على هذا الشكل هذا، خط ديال القرفه وخط ديال السكر كلاصي حتى نكمل الطبق كامل. تندور عليه بنفس الطريقه بنفس التزيين. هو التزيين راه بسيط بسيط بزاف، ولكن راه تعطي واحد الاناقه واحد الجماليه لهاد الصفه، تتجي تتحمق لا في الشكل ولا في المذاق. وكيف قلت لكم طيبه زبده ومفرزه الحبه على اختها. كانت تحت طلب بزاف البنات اللي طلبوا لي نشاركها معاهم، وهنا لبيت لكم الطلب ديالكم. ولا جربتوها بالصحه والراحه. إلا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم وألف مرحبا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشتركوا إلا كنتوا جداد، وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله. السلام عليكم، خليتكم على خير.